تعال اقول لك اللعب مع الكبار جه ازاي للاستاذ شريف عرفة. قبل اللعب مع الكبار في فيلم اتبعت للاستاذ عادل امام اسمه الدرجه الثالثه. قرا الفيلم ورفع سماعه التليفون على المنتج وقال له الفيلم ده جماهيريا مش هيجي، هو الفيلم هيبقى حلو وكل حاجه بس جماهيريا مش هيجيب مع الناس، لو انت عاوز نصيحتي بلاش تعمل الفيلم ده اصلا. فالمنتج خد الكلام وبرضه قرر ان هو يعمل الفيلم، فبعت الفيلم للاستاذ احمد زكي وجاب الاستاذ شريف عرفة يخرج الفيلم، وده كان اول اخراج ليه. الفيلم لما خلص ونزل فاستاذ عادل امام حب يشوفه فجابوا فيديو واتفرج عليه، لقى حاجه غريبه جدا. الفيلم اللي كان معاه مكتوب كان حاجه والفيلم اللي اتفرج عليه لقاه حاجه تانية، فعرف ان المخرج ده عنده وجهه نظر وعنده رؤيه. جم يعملوا فيلم اللعب مع الكبار. استاذ وحيد حامد قاعد مع استاذ عادل امام فبيقول له حابب مين؟ قال له انا لسه مخلص فيلم المولد مع دكتور سمير سيف وداخل شمس الزناتي مع دكتور سمير سيف، فعايز في النص اغير اعمل دم جديد. قال له في ولد شاطر شاب انا بشاور عليه وممكن ارشحه لك. قال له مين؟ قال له شريف عرفة. قال له اللي اخرج الدرجه الثالثه؟ قال له انا موافق جدا. اذا الفيلم ده فشل بتاع الدرجه الثالثه. مش معنى انك تعمل حاجه فاشله انها مش هتقعد لك، انها مش هتبقى في ميزان مشوارك. خلي بالك ممكن يكون يفشل جماهيريا لكن الفيلم فضل في الذاكره وعادل امام شافه، ومنها عمل الثلاثي بتاع شريف عرفة وحيد حامد وعادل امام، وعملوا اللعب مع الكبار، منسي، النوم في العسل، الارهاب والكباب، طيور الظلام. الخماسيه دي رصدت فتره التسعينات ورصدت فتره المواطن في التسعينات، والحقبه والحكومه والحكم والسياسه وحركه المواطن في الشارع، كل ده اترصد في الخمس افلام دول. 5 افلام مهمين جدا لو عاوز تدرس سيناريو او كادرات او تمثيل او تشوف فعلا اللعبه الجماعيه. اتفرج على ال5 افلام دول اللي ما بين شريف عرفة، وحيد حامد، عادل امام، هيعجبكم جدا. لو في اي حاجه تانية عايزين تسالوني عليها اكتبوا لي في الكومنتات، ومعاكم في الكواليس.